اليومين دول مش طالبه ان الصدقه يتاخد منها اي جزء يروح في اي اتجاه شمال ولا يمين. اي جهه من جهات الزكاه اللي انتوا بتودوا لهم دلوقتي فلوسكم عشان يطلعوها صدقه في رمضان، هم غصب عنهم بيصرفوا شويتين من الصدقه اللي انت بتبعتها، لانهم بيعملوا اعلانات وبيجيبوا نجوم. انا واحد من الناس محتك بهذا المجال شويتين بحكم شغلانتي كمخرج، ولان انا بشتغل موديلز اعلانات واحيانا بمثل في بعض المسلسلات. اتعرضت لده واكتر من جهه من غير ما اذكر اساميهم كانوا بيجيبونا عشان نقدر نعمل لهم الاعلانات، بيدفعوا لنا اجر وبيدفع اجر للمخرج والكاست والمصورين والدنيا كلها. هل تعتقد ان هم بيدفعوا الفلوس دي من جيبهم؟ اكيد لا، من الفلوس اللي انتوا بتبعتوها للصدقه. فبالتالي في جزء كبير منها مش هيوصل للمستحقين. يبقى اللي علينا ان احنا نعمل ايه؟ بمنتهى البساطه، انزل يا سيدي اعمل لك انت كراتين للصدقه ووزعها بنفسك. هتلاقي كل السوبر ماركتات الكبيره دلوقتي عاملين علب فيها سمنه وفيها زيت وفيها سكر وفيها كيسين مكرونه ولا زي ما يكون. ولو تقدر تشوف ايه اللي ناقص فيها روح كمله. ناقصها باكو شاي، ناقصها مثلا حاجه تحطها كاتشب مش عارف ايه، كملها. روح اديها للي انت عارفهم وفعلا هم مستحقين. هتقدر في الحالة دي انك بدل مثلا ما بتطلع 1000 جنيه مثلا على سبيل المثال وهتروح لمكان ما من الجهات اللي بتاخد منك وتتصدق، هو كده كده زي ما قلت لك هياخد جزء منها عشان يعمل الدعاية بتاعته، والله اعلم بقية الفلوس بتروح فين. ما هو عنده موظفين وشؤون ادارية وحاجات زي كده. لكن لما انت دلوقتي ال1000 جنيه تروح كامله صافيه وتعمل بيها مثلا 5 علب، انت ضمنت ان في 5 اسر وصل لهم فعلا الصدقه في الجول، وصلت صافيه ومتشفيه من غير ما يبقى متاخد منها شمال ولا يمين. وهرجع اقول لكم، عارف ان في ناس بيبقوا كبار في السن او ما يعرفوش حد حواليهم، انا ما اقصدش الناس دي، لكن اقصد اللي عارف اي حد حواليه ينزل هو ويصنع بنفسه العلب اللي هيوديها ليه. فعشان كده بما ان الدنيا بقت ناشفه شويتين، الاوفر والاحسن والافضل ان احنا نودي الصدقه مش متشفيه، تبقى في الجون كامله خالصه لوجه الله. ربنا يصلح حالي وحالكم ونبقى من الناس اللي عارفين يوفروا الصدقه بتاعتهم يودوها لمين وتبقى متشفيه وفي الجون. وكل سنه وانتم طيبين. السلام عليكم، تتمسوا بالعافيه.